ليه دايما قبل ما ننام بنفكر في افكار حلوه جدا؟ اكشن. ازاي كله بونو ليه اول ما تحط راسك على المخده تبدا تفكر في افكار عبقريه، حل المشكله كانت معقده او حتى جمله حلوه ممكن تغير حياتك؟ ليه وليه دلوقتي بس؟ اللحظه اللي بتقرر فيها تنام بتكون فعليا بتقفل باب الوعي وبتفتح باب العقل الباطن. المخ بيمشي موجات اسمها بيتا، ودي اللي بنستخدمها واحنا صاحيين وبنفكر، ويجي مكانها موجات اهدى وهي الفا وسيتا، ودي موجات الابداع والخيال والحدس. اللحظه دي المنطق بينام والخيال بيصحى، والافكار اللي كانت مستخبيه تبدا تطلع. المخ بيعمل حاجه عبقريه قبل ما تنام، يبدا يراجع كل اللي حصل في يومك، بس بيركب الاحداث دي بطريقته الخاصه، زي اكنك فاتح برنامج مونتاج، بس اللي بيمنتج هو العقل الباطن. بيجيب صوره من الصبح، فكره من 3 ايام مثلا، احساس قديم، ويخلطهم سوا ويطلع لك بفكره ما خطرتش على بالك طول اليوم. عارف ليه دماغك بتشتغل في اللحظه اللي المفروض ترتاح فيها؟ عشان ما فيش ضغط، مفيش حد يقول لك فكر بسرعه او لازم تحل دي دلوقتي. اللحظه دي انت حر، والمخ بيعشق الحريه. جرب معايا تمرين بسيط قبل ما تنام النهارده. خد نفس عميق وطلع الزحمه اللي في دماغك. اسال نفسك سؤال بسيط: ايه الفكره اللي لو جات لي دلوقتي هتغير يومي؟ بعد كده اسرح وسيب الاجابه تيجي لوحدها. المخ مش دايما محتاج تفكير، اوقات كل اللي محتاجه انك تسكت وهو يتكلم. دلوقتي عايزك تكتب لي في الكومنتات ايه اغرب او اذكى فكره جات لك قبل ما تنام، وهل فعلا بتحس ان دماغك بتبدا اكتر في اللحظه دي؟ عن نفسي افكار فيديوهات كتير اصلا بتجيلي قبل ما انام، منهم الفيديو ده الصراحه. وبس كده.